السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي، عاملين ايه؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ازاي تعرف انك عندك ليمفيديما. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن هتعمل ايه اول ما تعرف انك عندك ليمفيديما. كتير من الناس اول ما يعرف انه عنده ليمفيديما بيبدأ يقلق ويفكر هل ده مرض خطير هيفضل معايا طول العمر واتعامل معاه ازاي. ففيديو النهاردة هيكون دليل كامل خطوة بخطوة، هقولك تعمل ايه من اول لحظة تعرف فيها ان عندك ليمفيديما لحد ما توصل للعلاج الصح بإذن الله. قبل ما نقول هنعمل ايه لازم نفهم الاول ايه هو الليمفيديما. انا شارحها بالتفصيل في فيديو اللي قبل كده، بس هشرحها باختصار عشان الناس اللي ما سمعتوش. الليمفيديما هي ببساطة تورم بيحصل في الدراع أو الرجل أو أي منطقة في الجسم بسبب إن الجهاز الليمفاوي مش قادر يصرف السوائل بشكل طبيعي. ده مش تورم عادي ولا مية زيادة، ده تورم بيحصل مع الوقت وبيبقى أصعب لو اتساب لمراحل متقدمة. وعشان كده التشخيص بدري مهم جدا، لأن التشخيص بدري نسب العلاج فيه بتوصل ل100%. أول حاجة لازم تعملها بعد ما تعرف إن عندك ليمفيديما إنك تروح لأخصائي أوعية دموية أو دكتور علاج طبيعي متخصص في الليمفيديما. ليه؟ لأن مش أي حد يقدر يتعامل مع المرض ده. المتخصص هو اللي هيقيس حجم التورم ويحدد المرحلة ويبدأ معاك خطة علاج كاملة. بمجرد إنك تعمل أول خطوة دي أنت كده قطعت نص الطريق. خطة العلاج المعترف بيه دوليا هو CDT أو Complete Decongestive Therapy، وده بيتكون من 4 أجزاء رئيسية. هنشرح ليك كل جزء بطريقة بسيطة. أول حاجة وهي التدليك الليمفاوي أو المانيوال ليمفاتيك درينج MLD. ده مش تدليك عادي، ده تكنيك معين بيعمله متخصص هدفه بيحرك السائل الليمفاوي من مكان التورم لأماكن تانية شغالة في الجسم. الجلسة بتاخد من 30 ل 60 دقيقة، ومع الوقت التورم بيقل بشكل واضح. تاني حاجة العلاج بالضغط أو الكمبريشن ثيرابي، وده أهم حاجة في العلاج. هتلبس شرابات ضغط خاصة بالليمفيديما أو رباط ضغط معين، مش اللي بنشتريه من الصيدلية العادي، لا، شراب الليمفيديما معمول إنه يضغط بدرجات مختلفة من تحت لفوق، وده بيخلي الجسم يصرف السوائل بسهولة. غالبا هتلبسه معظم ساعات اليوم. تالت جزء هو العناية بالجلد أو السكين كير. ده جزء مهم جدا لأن الجلد في مكان الليمفيديما بيكون حساس، وأي التهاب بسيط ممكن يعمل مشكلة. لازم تغسل المكان بلطف وتستخدم مرطب يوميا، وتتجنب الجروح والحروق، وتعالج أي خدش صغير فورا لو حصل في المنطقة اللي فيها الليمفيديما. رابع حاجة وهي التمارين، ودي بتكون تمارين بسيطة جدا مش بمجهود عالي. التمارين دي بتحرك العضلات اللي بدورها بتساعد الجهاز الليمفاوي يشتغل كويس. أخصائي العلاج الطبيعي هيعلمك التمارين المناسبة للحالة بتاعتك. الجزء الرابع وهو العناية اليومية. في ناس فاكرة إن العلاج كله عند الدكتور. لا، الدكتور بيحطك على أول الطريق بس، بيقولك اعمل 1 2 3، بس نص العلاج الحقيقي بيحصل في البيت. أهم النقط اليومية اللي تعملها في البيت إنك ترفع الطرف المتورم. لو رجلك ارفعها على مخدة، لو دراعك ارفعه على مخدة جنبك كده أعلى من مستوى القلب. حافظ على الوزن المناسب. الوزن الزيادة بيزود الحمل على الجهاز الليمفاوي وبيخلي التورم يزيد. وكمان لازم تتجنب الحرارة العالية، لأن الساونا والشمس الشديدة والمياه السخنة كل ده بيزود التورم. ممنوع الملابس الضيقة زي الخواتم، زي الشرابات العادية أو الأساور، لأنها بتمنع تصريف الليمف. ممنوع إنك تحقن أو تقيس ضغط على الطرف المصاب. وكمان لازم تشرب مياه كويس جدا، على عكس اللي الناس فاكرينه شرب المياه بيساعد الجسم إنه يصرف السوائل، مش العكس. في حالات معينة الدكتور ممكن يرشح ليك جهاز اسمه النوماتيك كومبريشن بامب. الجهاز ده عبارة عن كم بتلبسه في الرجل أو الدراع
والجهاز ده بيضغط ويخف الضغط بشكل متكرر، كأنه بيعمل تدمير، بيساعد في الحالات المزمنة أو الحالات التورم فيها عالي. لكن مهم تعرف ان الجهاز ده مكمل مش بديل لشرابات الضغط او العلاج اليدوي. معظم الناس بتتحكم في الليمفيديما بالعلاج المحافظ اللي احنا قلنا عليه، لكن في بعض الحالات للأسف بتكون متقدمة جدا، ممكن الجراحة تكون هي الخيار. ومن أشهرها حالة الليمفوفينوس بايباس، توصيل الأوعية الليمفاوية بالأوردة عشان تحسن التصريف بتاع الليمف. وكمان الليمف نود ترانسفير، إن احنا بننقل أو الجراح بينقل الغدد الليمفاوية من مكان لمكان تاني. أو اللايبوسكشن، لو في أنسجة ليفية كتير من التورم المزمن، ودايما القرار ده بياخده دكتور متخصص جدا. في بعض الأخطاء لازم نتجنبها، خلينا أقول لك أشهرها. 1. تستخدم شرابات ضغط عادية، أو إنك تحاول تلف رجلك برباط بدون تدريب، لأن لفة الرباط أو كومبريشن بانداج لازم يكون بتكنيك معين. 3 حاجة هي التفكير إن التورم هيخف لوحده، أو إهمال أي التهاب بسيط، أو النوم من غير شراب ضغط، أو التمارين العنيفة، أو شيل أوزان تقيلة بالطرف المصاب. في النهاية الليمفيديما مش مرض يخوف، لكن محتاج التزام، وكل ما تبدأ بدري النتائج بتكون أحسن بكتير. لو اتبعت الخطوات اللي قلناها، متابعة مع متخصص، علاج ضغط، عناية يومية، هتقدر تتحكم في التورم وهتحافظ على شكل ووظيفة الطرف كويس جدا. لو عندك أي سؤال أو استفسار بخصوص الموضوع اكتب لي تحت وأنا هرد عليك. وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لكل الناس وكل الناس تستفيد. ما تنسوش إن الدال على الخير كفاعل.